هعيد وهغني وهقول نفس الكلام تاني. بن شرقي لازم يلعب جنبه واحد قريب منه يلعب معاه ويحركه. هو ده كان بن شرقي مع الزمالك لما كان بيقرب منه فرجاني ويقرب منه اوباما، كنت تشوف كمية مثلثات وكمية شورت باص، لان الراجل ده هو كينج الشورت باص. احسن واحد يعمل باصات ضيقة ويحرك الفرقة من باصات ضيقة حتى لو ماتش مقفول. هي دي مهارة بن شرقي. بن شرقي في الكرة دي لما لقى اتكتروا عليه وبقى فيه 3 4 لعيبه من البنك الاهلي عليه، قرر هو يلعب الكرة بمنتهى السلاسه مع امام عاشور. وامام عاشور لو ما كانش سددها كان هيعمل برده معاه دبل باص ويكمل عادي خالص. هو ده بن شرقي. بن شرقي كان الناس بتقول عليه ما بيدافعش. طب اتفرج كده على بن شرقي في الكرة دي وهو بيضرب سبرنت عالمي مع اسحاق يعقوبه، اللي هو سريع جدا بالمناسبه. واستغربت جدا من تغيير عماد النحاس لبن شرقي رغم الاداء الكبير اللي هو عامله. بن شرقي بيعرف يرقص واحد على واحد، وده عمله في كوره واتنين، وبينت قوي ان بن شرقي هجوميا خطير جدا، وكمان دفاعيا ما عليهوش قلق كبير. طب ايه الفايده انك تقعد طاهر محمد طاهر اللي عمل لقطه واتنين وتلاته حتى كمان بدني وسباق سرعه مع اسحاق يعقوبه ما عرفش يسد معاه؟ ايه الفكره انك تقعده وتطلع بن شرقي؟ ما اعرفش. لذلك عماد النحاس قرر ان هو يعيد تصحيح اللي هو عمله وينزل حسين الشحات مكان طاهر محمد طاهر عشان يصلح شويه من اللخبطه اللي هو عملها.